سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نهضروا على البرج القمري الجزء الثاني. الجزء الأول هضرنا على الأبراج النارية والمائية اللي هو السرطان، العقرب، الحوت، وهضرنا على القوس والحمل والأسد. هادو هما ما هو البرج القمري، شنو كيعني بالنسبة لكل برج. وهذا الجزء الثاني جينا نهضروا على الأبراج، البرج القمري بالنسبة للأبراج الهوائية والترابية اللي هو الميزان، الجوزاء، الدلو، الجدي، العذراء، والجدي، الثور. فهادو هما الابراج اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله اليوم. بالنسبه للجزء الاول غادي تلقاو الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وبالنسبه حتى للتعريف ديال ما هو البرج القمري وكيفاش كنخرجوا البرج القمري وكيفاش كنخرجوا حتى البرج الطالع، لان ضروري البرج الطالع هو اللي كيخرج لنا القمري وكل شيء. فغادي تلقاو لا فيديو في صندوق الوصف. نبداو باول برج اللي هو برج الثور. مولود برج الثور القمري، كيف كنعتبروه انه يعني عاطفي بزاف، شخص عاطفي لأبعد الحدود، إلى أبعد المدى. شخص عاطفي وحساس ومشاكس، كيف كنقولوا مشاكس، وما كيتيقش في الناس، ما كيتيقش في الناس وبالزربه. يعني ما غاديش يتيق بالزربه في الناس اللي حداه، ولا غادي يبدا يهضر من ناحيه الحب وناحيه العاطفه بالزربه يعني اول مره غادي يجلس مع الناس ولا. فهذا هو كيف كنقولوا يقدر يكون افونتاج، يقدر يكون لا، ولكن ما كيتيقش في الناس بسرعه. كياخذ الحذر ديالو كيف كنقولوا من ملي كيتعامل معاهم. فدائما كتلقايه واخد الحذر ديالو ملي كيتعامل معاهم دائما. والناس دائما كيبان قاصح، يعني الناس كيبان لهم انه قاصح، انه في التعامل ديالو يعني بعض المرات كيكون صارم، بالرغم ان القلب ديالو كيقول العكس، العاطفه، لان البرج القمري كيتحكمنا بالعاطفه وكيفاش كنشعروا بالناس وكيفاش كنحسوا بهم الى اخره. بالرغم انه هو قلبه لطيف. والعكس عاوتاني الا جلس مع الناس اللي كيتيق فيهم، يعني الناس اللي كيف كنقولوا كيتيق فيهم، فهذيك الساعه كيتبدل، كيولي شخص اخر، يعني شخص ماشي عكس داك الشخص اللي جلستي معاه اول مره. فما غاديش كيف كنقولوا ما غاديش يبدا يهضر ويبدا يتيق بالزربه. هو من الناس اللي كرماء، اللي عندهم القمري الثور، سواء رجل سواء امراه، فعندهم عندهم كريمين كرماء و كرام، وديما تيبغيو الحاجه الزوينه والباهظه الثمن، وديما تيبغيو شي حاجه يحبون الجمال. اي حاجه فيها زوينه كيشعروا بالراحه، حتى الداخل ديالهم حتى القلب ديالهم كيكون مرتاح. اي حاجه فيها جمال، اي حاجه فيها حب، اي حاجه فيها كيف كنقولوا حيت كيف كنقول اي حاجه زوينه زوينه باختصار كتعجبهم، كيرتاحوا. اذا ما كانتش الحاجه زوينه ما كيرتاحوش. معروفين على الطول، خصهم ضروري حتى الشوفه، حتى في الماكله كيعجبهم الزواق. يعني في الزواق في الماكله كيف كنقولوا العين كتسبق، العين كتاكل قبل يعني قبل ما ناكلو. فدائما كتلقاي العين ديالهم صباخه. فكيف قلت لكم هو انسان كريم دون بخل، يعني ماشي بخيل بصفه نهائيه. ومن الناحيه العاطفيه والاجتماعيه فكتلقايه انه معطاء، يعني حتى في الحب ديالو ملي كيبغي شي حد وكيثيق فيه فكتلقاه ما كيبخلش عليه. يعني حتى كيبين كاع، يقدر يبين. الا ما بينش راه باقي ما واثقش فيك. دونك كيبين اون فوا كيبغي اللي عنده القمري ثور، اون فوا كيبغي كيبدا يبين، كيتبدل، كيولي شخص اخر، اولا كتولي شخص يعني اخر من غير اذا ما كانش واثق فيك. واجتماعيا معطاء كذلك، وكيحن قلبه للناس، وما يقدرش يشوف شي تصرف اللي مظلوم فيه شي حد، ما يقدرش قلبه يضره. يعني الناحيه العاطفيه يعني قلبه يضره، فما خصوش يشوف في انسان محقور او لا مظلوم، القلب ديالو كيضره. ومين كيبغي الانسان الاخر يعاملو كيف ما كيعاملو هو، يعني ردة الفعل تكون بحاله، لانه هو صادق مع راسه ولا صادقه مع راسها، فكتبغي ردة الفعل تكون بحال يعني بحالها هي، بحال هو ولا هي. كيكونوا غيورين بزاف، فيهم الغيره، لانه كيبغيو من قلبهم. كاع الناس اللي كيغيروا بزاف كيبغيو. فهذا هو القمري بالنسبه للثور. ندوزو للبرج الثاني اللي هو الجدي، او لا مواليد برج الجدي القمري. بالنسبه للبرج الجدي فهو عالم ديالو بوحدو. فكتلقايه شخصيه ماشي يعني جافه وعمليه الى ابعد مدى. ف كيف كنقولوا كيبغي الماديه، كيبغي الماديات. فكتلقايه كيبغي ولا كتبغي،
ولكن كاين واحد الحاجه اهم من هذا الشيء هذا، اللي هو اننا خصنا نخدمو وخصنا نوصلو. يعني دائما كتلقاي في راسو اهداف فيقدروا يتاثروا بالحب، ولكن دائما كتلقاي في راسهم اهداف وعندهم الماده اول حاجه، ماشي حيت طماعين او حيت ماديين، عندهم الماده. يعني كيبغيو يوصلوا، ما كيبغيوش يبقاو في نص الطريق، كيبغيو يخدموا. دائما كتلقايهم في صغارهم كيخدموا باش في كبرهم كتلقاهم كيرتاحوا، فعزيز عليهم الخدمه، عزيز عليهم يعيشوا مرتاحين. داكشي علاش كتلقاهم كيضربوا كيف كنقولوا مجهود ومن ناحيه الحب كيبغيو، ولكن ماشي لواحد الدرجه اللي غادي تأزمهم وتمرضهم بزاف. وكتلقاو عنده واحد الثقافه عاليه، ما كترضاش اولا ما كيرضاش يجلس في شي جماعه ويكون راسو خاوي. ديما كتلقاي عنده الكثير من القليل والقليل من الكثير، ما كيرضاش اولا ما كترضاش. فكتلقايهم كيجلسوا في شي مجمع ضروري ما عندهم شي معلومه على داك المجال اللي كيهضروا عليه الناس اولا شي حاجه، حيت ما تيرضاوش الداخل ديالهم كيتزيروا اذا هضر شي واحد حداهم شي حاجه وما كيفهموهاش. فكتلقايهم مثقفين وحب كيف كنقولوا القراءه والاكتشاف، او حب القراءه واي معلومه جديده كيستقبلوها، اي معلومه جديده كيبغيو يستقبلوها. وكتلقاه كياخذ القرارات ديالو بتأني، يعني بتأني شديد. داكشي علاش كتلقاه ما كيرتبطش بالزربه بسهوله، اولا ما كترتبطش بالزربه، لان كتبغي تدرس الموضوع اولا كيبغي يدرس الموضوع وكيخاف اولا كتخاف من ديك العلاقه اللي تفشل، حيت هما كيفكروا تيقول ماشي كيفكروا، يعني كيمشيو بعيد، بحال كيفكروا في النتيجه قبل ما تكون. يعني تيقول هذا الانسان يقدر ما يصدقش ولا ما يصدقش، ونصدق انا هذا ونصدق نضيع هذا ونضيع، يعني نتعذب في قلبي والى اخره. فدائما كتلقايهم كياخذوا القرارات ديالهم بتأني. داكشي علاش كتلقايهم ما كيرتبطوش بسهوله اولا ما كيديروش علاقات بسهوله الا اذا كان يعني شي حاجه مدروسه كيف كنقولوا، ويعني وشافت فيه شي حاجه ديال الثقه، ولا شاف فيها شي حاجه ديال الثقه. فهاد الناحيه زوينه فيهم، و ميم طون انا ما كنظنش خايبه ولكن زوينه، لان اي واحد فينا راه ما خصوش يجي ويرتبط. يعني خاص ضروري اتخاذ قرارات بتأني شديد. واخا كيبانوا جافين من برا ولكن عندهم قلب كبير لداخل، قلب كبير لدرجه ان الناس اللي قراب ليهم اللي كيعرفوهم بزاف كتلقايهم كيعاونوا، ولكن من التحت لتحت ما كيبغيش كاع يبين، او سوا بين سوا اغلبيه ديال القمر ديما ما كيبغيش يبين كيف كنقولوا الخير اللي دار ولا داك المساعده للناس، لان العاطفه عندهم كيف كنقولوا واخا كيبان جاف الا وانه حنان وكيبغيو يوصلوا لاخر نتيجه، ماشي كيبغيو غير يساعدوا صافي، كيبغيو يشوفوا النتيجه. ما كيرتاحوش الا ما شافوش داك الانسان او داك الانسان اللي تعرض لداك المشكل، سواء عائله سواء الى اخره، سواء حب، كيبغيو حتى كيشوفوا داك الانسان مرتاح عاد كيرتاحوا كيقولوا درنا خدمتنا، لان معروفين بالاتقان، معروفين بحطيت يدي هنا خصني نساليها مقاده، يعني ما غندخلش ليها من الاول اذا انا ما كيف كنقولوا اذا انا ما قلتش عليها. فكتلقايهم كيديروا يعني كيتعاونوا مع الناس وكيديروا الخير وما كيبينوش، واخا كيبانوا انهم قاصحين من برا والناس كيحكموا عليهم انهم قاصحين، بالرغم ان الداخل ديالهم يقولوا العكس. العذراء، برج العذراء او برج العذراء القمري، ديما الناس كيف كنقولوا كيعتبروا انه انسان قاصح وما كيعبرش وبارد. هو شخص جاد وعملي. كيف كنقولوا عنده واحد التركيز عالي وكيبغي التدقيق في الامور سواء الصغيره سواء الكبيره. فدائما كتلقى عنده التدقيق، كيبغي التدقيق في الامور اللي كتدور يعني حوله بشكل كبير، وكيبغي يحب كيف كنقول كيبغي الحصول على مكاسب كبيره. فعنده المكاسب الكبيره اولى من العاطفه. يعني كاين حوايج اخرى هو بحال الجدي، ولكن لا، هو زايد شويه على الجدي، يعني عنده حوايج اخرى اهم من هذا الشيء، حيت انسان غير متهور من الناحيه العاطفيه. هو انسان غير متهور، يعني ما كتلقاش متهور ابدا، وما كيعبرش على المشاعر ديالو بسهوله. هذاك الشيء علاش الناس ديما كيشوفوه جاف، ولكن في الواقع غير هو كيكون كيف كنقولوا كيكون حريص على المشاعر ديالو بشكل كبير. يعني دائما كتلقاه كيخاف
وحريص على على المشاعر ديالو. هذاك الشيء علاش اخر حاجه تسمعيها منه هي كلمات كنبغيك او لا يعني هي. فدائما كيكونوا رادين البال اللي عندهم القمري عذراء، فرادين البال. خوف، عندهم خوف انهم يقولوا تكون ردة الفعل قاسيه، فلذلك ما كيبغيوش يعبروا، كيخافوا يعبروا. اخر حاجه غادي تنتظريها منهم هو التعبير، لانه عنده التدقيق والتحليل والتركيز. فوجاد وحريص على المشاعر ديالو، ماشي بالزربه غادي اعترف، وماشي بالزربه غادي يعبر. فهذاك الشيء علاش الناس كيشوفوهم انهم قاصحين، ولكن هما كيخافوا يعبروا. واخر حاجه هما انهم يعبروا، حيت كيف كنقولوا خايفين من ردود الفعل ديال الناس، وكيخليو اخر حاجه هي الناحيه العاطفيه والتعبير. عندهم حوايج اخرى اهم من هذا الشيء. فدائما كتلقى عندهم حوايج اخرى اهم، يعني دائما في راسهم كاين اهم من هذا الشيء. ندوز للابراج الهوائيه، واولهم نبداو بالميزان. برج الميزان القمري اللي القمري كيف كنقولوا كنعتبروه عاطفي ومميز عن غيره. فهو مميز عن غيره حيت كيقدر كيف كنقول يستطيع أن يتمتع بواحد القدرة اللي كبيرة بالشعور بالناس الاخرين. يعني كيشعر بالناس الاخرين، كيشعر بالناس اللي دايرين به، كيحس بالناس اللي دايرين به قبل ما كتهضري. غير التعابير ديال وجهك اذا شافك اولا اذا شافتك كتعرف ان عندك شي حاجه ماشي هذيك، ان شي حاجه خانقاك اولا شي مشكل، فكتحاول تسولك اولا كيحاول يسولك، ويبغي يعرف ويبغي يساعد ويبغي. فعندهم واحد العاطفة يعني بوحدها الميزان خطيرين. وكيحسوا بالإنسان، وكيعرفوا غير من تعابير الوجه يعرفك واش حزين عندك شي مشكل ويبغي يساعد ويبغي يسول باش توصل لشنو كاين. يعني كتلقاه كيسول وكيعبر وكي ويجي عندك، حاول تجي عندك وتقولك شنو كاين، شنو المشكل اللي عندك. غير قولي لي غير هذا، غير باش توصل الفكره اللي هي واخدها ديجا في راسها. شاف تعابير وجهك بلا ما تهضري. اما اذا هضرتي فديك الساعه كوني اكيده غادي تلقاي اولا غادي تلقى حداك واحد الانسان اللي هو عنده القمري ديالو ميزان، غادي تلقاه واقف بجنبك وما غيترددش، غادي يوقف بجنبك لاخر لحظه. وكتلقاه كيخدم عقلو قبل قلبه في هذه المواقف شي موقف اللي ضرو في قلبه، اولا شي يعني موقف مع الناس، اولا حتى مع الحبيب ديالو، اولا مع الحبيبه ديالو، اولا الحبيب ديالها والحبيبه ديالو. فكتلقايه دائما كيخدم العقل قبل القلب، ديما كيخدم العقل قبل القلب باش ما يظلمش وباش ما يتظلمش. وفي كافه امور الحياه ديالو كتلقاه كيخدم العقل قبل القلب. ودائما كتلقاه كيقلب على الاستقرار، ما عندوش معناتها كينقز من العلاقه باش لا، كيبغي الاستقرار. انا مثلا درت علاقه فكنبغي نستقر فيها، فما نبغيش ندور ها ولا ها، نبغي نستقر. وقبل ما نستقر نخدم عقلي. فبزاف كيخدموا عقلانيين بزاف في الاول باش يكملوا، باش ماشي تيدخل في واحد العلاقه اولا تدخل في واحد العلاقه وفي الاخر يخرج شي يعني شي مشكل اولا شي حاجه اللي ما منتظرينهاش. فدائما كتلقاهم كيخدموا العقل ديالهم وكيبغيو الاستقرار. ومي كيبغيو الانسان كيبغيو من قلبهم، ومي كيكرهوا الانسان راه باين البرج القمري ديال اللي عنده الميزان. فاذا كرهك راه باينه كيكرهك، ما غينافقكش، باينه في وجهه انه كيكرهك. ما يقدرش حتى يهضر معاك لانها كتبان فيه انه غينافق، ما يقدرش. فما عندهمش الرماديات، بيضاء سوداء. فما كاينش الوسطيه، ما كايناش. فالنيشان كنبغيك ما كنبغيكش راه ما كنبغيك. عندهم واحد القلب طيب بزاف، طيب ولدرجه انهم كيتاثروا بالمشاكل ديال الناس، وحتى بالمشاكل ديال الناس اللي دايرين بهم، ولا شي مشكل وقع لهم في حياتهم مع الحبيب ديالهم. فكتلقاوهم كيتاثروا ولكن ما تيبينوش، ديما قاصحين وواقفين. ولكن واخا كيتاثروا من الداخل ديالهم وما كيبينوش. ندوزو البرج الثاني الهوائي اللي هو الدلو. القمري الدلو اللي حتى هو برج هوائي. فهو واحد الشخص كتلقاه عقلاني، وكيبغي الاستقلاليه. فما تقيسيش فيه في الحريه ديالو الا بغيتي توصل مع الابعد الحدود في الحب.
الا الحريه ديالو، سواء القمر دلو أو رجل أو امرأة. الحرية مقدسة عندهم، فباش تجي وتحكم فيها وتسيطر فيها، او لا تجي وتبغي تحكمي فيه وتسيطري فيه هذا، فلا ما غاديش يتقبل العلاقة وغادي يمشي في اول خطوة. فما كيبغيش اللي يزيروا او اللي يحسوا انه مقيد. ودائما كتلقاي النظرة ديالو للامور صحيحة، ما كيقولش ربما. فحيت كيفكر في راسو، كيفكروا لداخل في راسهم بزاف كيفكروا. فدائما كتلقاي الداخل يعني كيف كنقولوا النظره ديالهم ديما صحيحه، ديما كيجيبها لاصقه اولا كتجيبها لاصقه، لانهم تيفكروا كثيرا لداخل في الفكر ديالهم، كيفكروا بزاف. كتلقاي راسهم ما كيهداش بالتفكير، فمين كيهدر غادي يجيبها لك لاصقه اولا غادي تجيبها لك لاصقه. وكيقدر يتواصل مع الناس بكل سهوله، مع جميع الفئات ديال الناس كيتواصل معاهم بسهوله، كيتادابط مع كل شيء، كيتكيف مع كل شيء. يعني ما عندوش مشكله مع بنادم هذا ما نجلسش معاه حيت هذا ولا حيت هذا. فلا، كيتادابطوا مع كل شيء، كيجلسوا مع كل شيء. ما عندهمش مشكل. برج هوائي يتأقلم مع جميع الفئات. كاع الابراج الهوائيه كتتأقلم، ولكن الدلو بكثره وبكثره كبيره. وكتلقاه كيعيش في احلام اليقظه، يعني فايق، ما عندوش مع الخيال. يعني الاحلام اليقظه، انا فايق ونحلم داكشي اللي قدي، نحلم داكشي اللي كاين في الحياه، ما نحلمش شي حاجه اللي ما كايناش. في ناحيه الحب الناس كيعتبروا بانهم بعض المرات تيكونوا باردين وما كيبغوش يعبروا، ولكن بصح ما تيبغوش يعبروا حيت ما كيرضاوش، لان نفسهم عاليه. كنعرفوا الدلو ديما نفسه عاليه، الابراج الهوائيه كلها نفسها عاليه، والدلو كثيرا وكيف كنقولوا كيفكر بزاف. فما غاديش يجي ويزرب حتى في الحب ديالو، ما غاديش يزرب هو حتى في الحب ديالو. كيبغي الصداقه، كيبغي دائما تكون صداقه في الاول، عاد نكملوها حب. فباش تجي نيشان وتبغي فصعيب بزاف. هو حتى في الحب ديالو ما كتلقايش عنده كثره الهضره وكثره الكلام المعسول. فهي سواء الانثى ما كتبغيش كثره الكلام المعسول، كتبغيه بالحدود وبالقياس. يعني وقت الكلام يقال، ولكن باش دائما فهما اذكياء، فكتعرف شي حاجه وراء هذا الكلام الكثير المعسول الكثير. يعني كتبان شي حاجه يا كيلكو شوز كي كلوش. فالقياس لانهم اذكياء، فصعيب باش ديرها بهم. الرجل كذلك ما كيبغيش ما كيبغيش يقول كثره الكلام المعسول الا في الوقت اللي خاصو يتقال فيه، اولا في الوقت اللي بصح وقيت داكشي. يعني وقيت الكلام ماشي كل دقيقه كل دقيقه. فلا، وما ما تحلموش يعني من القمر الدلو انهم دائما هكذا. فهما عقلانيين، كيحبون الحريه، كيبغيو العلاقه تكون مستقره وتكون كيف قالوا منضبطه. ما كيبغوش ديك كثره العلاقات الخاويه. يعني حتى يدخلوا في واحد العلاقه الا ولا مقتنعين بداك الانسان، ما غاديش تحرمهم من الحريه ديالهم، ما غاديش تحرمهم من بزاف د الحوايج، لانهم كيتخنقوا. كيبغوا العلاقه تكون في الاول باديه صداقه، ابخي عاد تكمل. فباش ما يحسوش انهم مخنوقين، لانهم كيف قلت لكم عندهم علاقه كبيره بالحريه. فندوزو البرج الاخير وهو الجوزاء. القمري اللي عندهم قمري جوزاء كتلقايهم متهورين ومندفعين. يعني حتى في الحب ديالهم متهور ومندفع، كيبغي ردة الفعل تكون سريعه. يعني قلت لك كنبغيك، انت خاصك تقولي ديك الساعه كنبغيك. يعني متهورين ومندفعين وبالزربه كيعبروا كيف كنقولوا على الشعور ديالهم دائما. يعني بالزربه كيتلقايهم كيعبروا بسهوله وطيوبين، يعني بزاف طيوبين مندفعين يعني كيبغيو كيف كنقولوا ردة الفعل تكون سريعه والاندفاعيه اللي فيهم متسرعين، الا وانا طيوبين بزاف. داكشي علاش كيبغيو ردة الفعل تكون سريعه. زائد انهم ما كيبغيوش اللي هما الابراج الهوائيه كامله ما كيبغيوش داك التقيد، داك الانسان اللي بدا يسيطر عليهم. فما غاديش يقبلوا، ما يقدروش يجلسوا مع انسان كيسيطر عليهم اكثر من القياس. وحتى الاستقرار العاطفي ما كتلقايش عندهم استقرار عاطفي، ما كيقدروش يجلسوا في واحد العلاقه يعني دائما يطولوا فيها. فكتلقايهم دائما متعددين العلاقات اكثر في مرحله الشباب. يعني في مرحله الشباب، مرحله المراهقه، فكتلقايهم كثيرين العلاقات، لانهم ما تيقدروش يحسوا براسهم انهم يعني
كيف كنقولوا مربوطين، كيحسوا براسهم مربوطين. اذا طول في العلاقه كيحس براسو مربوط، خصو يهرب. يعني خصو دائما كيكون متعدد العلاقات اولا يعني هي فاكثريه في مرحله الشباب، لان العلاقه كتحسوا بانهم يعني مربوطين. ولكن اذا يعني كيف كنقولوا بداو يكبروا يعني ودار علاقه وبصح شاف داك الانسان، شاف فيها داك الشيء اللي بغى، ماشي اللي بغى كلشي، غير جوج حوايج: الحريه وانسان اللي ثقيله. اولا هو يعني اولا هي شافت في داك الانسان اللي ماشي واحد الانسان اللي غادي يزيرها ويلعب عليها العشره كيف كنقولوا، غيحكمها ويسيطرها، وواحد الانسان اللي غادي يتفاهم معاها، وراجل اللي عقلاني يعني كيف كنقولوا كيهضر بالعقل، ماشي غير ايجابيه فم وطلق كيف كنقولوا. فكتكمل معاه العلاقه وكتكون علاقه جيده. صادقين بزاف في الحب ديالهم، ماشي شويه، بزاف. القمر جوزاء صادقين بزاف، اللي عندهم القمر جوزاء صادقين بزاف في الحب ديالهم، بزاف. راه يبين لك برا انه قاصح قويصح، اولا تبين لك انها قاصحه حيت عندهم اللسان الا يعني كيعرفوا يهضروا، الا ان الحب ديالهم صادق. بغاتك يعني صادقين وما غيتخلاوش على الحب ديالهم لاخر لحظه، ويغامروا على ودهم ويديروا بزاف د الحوايج. فهادو هما اليوم الابراج اللي هضرت عليهم. القمريه ساليتهم، هذا هو الجزء الثاني. اللي عجبو لا فيديو او لا كان من هاد الابراج يخلي تعليق لتحت، ضروري خلي تعليق. مازال ان شاء الله جايين دي فيديو واحد اخرين. نتمنى نكون وصلت الفكره، نتمنى نكون وصلت الفكره ديالي. هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الله يحفظكم والله ينجيكم والله يبعد عليكم عينين عباد الله. وشكرا بزاف على التعليقات الجميله، وشكرا حتى للناس اللي متبعيني من الجزائر. كنشكركم بزاف والله يحفظكم والله يعاونكم والله يسهل عليكم.